تنين البحر الأزرق يبان لك إن هو طيب وكيوت، لكن يقدر يقتل كائنات كبيرة وضخمة عن طريق تجميع سم من قنديل البحر جوه جسمه، ويعمل بيها لدغات فتاكة لأي حد يهمه. مهرجان أسماك القروانة جولد عيار 24. طب ودي الواحد بقى يروح يتجوز بيها، ولا يتقدم بيها خطوبة، ولا يعمل بيها ايه بالظبط؟ بس اروح احطها في البنك وديعة واخد الراجل ده عامل تجربة غريبة جدا لتغذية السمك بتاعه، جايب ذباب الماء أو الموسكيتو بيأكل بيه أسماك الجوبي واسماك الفايتر، وعنده احواض كتيره جدا والوانها سبحان الله جميله. هو بيستند في كلامه، وبحثت عن الموضوع لقيت ان هو الزوار الماده فيه كميه بروتين عاليه، زي بالاضافه للكالسيوم. بالاضافه انه اصلا الجوبي والفايتر في بيئته الطبيعيه هم بيبقى فيه الذباب ده والحشرات دي يعني، فهو بيتغذى عليه وبياكلها، فهو بيحاكي الطبيعه وبيقدم نفس الموضوع يعني. ده لا هو كرتون ولا هو ذكاء اصطناعي ولا اي حاجه من اللي تدور في خيالك دلوقتي. ده اسمه كائن كوستاسيلا خروف البحر الساحر. ده حلزون بحري من الرخويات، ما عندهوش صدفه، حجمه صغير وبيتغذى على الطحالب. وده الكائن الوحيد اللي عنده بلاستيدات خضراء، وعنده قدرة مذهلة انه يعمل عملية البناء الضوئي زيه زي النبات، ودي عملية نادرة مش موجودة بس غير في الكائن ده وعيلته كلها، عيلة البزقات.